علاش الاوديو فيزيوال في تونس مربوط كان برمضان؟ قبل كانت كتيبة المسلسلات كيا برشا حواراتهم في احداثهم في شخصياتهم، كانوا مسلسلاتنا يتشبهوا للتونسي، دار التونسي والحومة التونسي، وفيها ريحة كي طبع الباب وشوف لي حل، فيها ريحة رمضان كي الممثل كان يتقمص الشخصية لدرجة انك تنسى اسمه الحقاني كيما نعرفوا فوشيكا والا سطيش والا سبوعي الله يرحمه. اليوم اغلبية الاعمال اللي قاعدين نشوفوا فيها ولات مركزة على الشو وعلى حبينا ننسبيريو من غيرنا لين ولينا نحكيو حكاياتهم ونسينا حكاياتنا، ولت الانسبيراسيون سرقة. والاهم من هذا الكل علاش كان في رمضان سهلة برشا اقتصاديا، رمضان هو البيك بتاع الاشهارات والشركات واللي سبونسور الكل يتحركوا وقتها، وهذا اللي خلى الماكينة تدور كان في رمضان. هذا ضرنا برشا وخلى اغلبية لي برودكسيون يرقد، حتى الفايق فيهم يخدم 11 شهر على شهر بركة ويخرج لنا حاجة. قدمنا وطورنا من ماتريالنا اما ما تحسناش، تي بالعمل ولينا نعمل كاستينج في الانستغرام، عندك 500,000 على الانستغرام يجا مثلا. اما هذا ما يمنعش اللي عندنا مسلسلات جدد باهيين في رمضان وخاصة العوام الاخرى، زعما ثم حويجة باهية السنة.